السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى هنعمل النهاردة مع بعض طريقة بتنجان سهلة وسريعة جدا. في ناس كتيرة عارفاها لكن حبيت أفكركم بيها. ما تنسيش اذكري الله، لا تنسي ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا بنات، هنا أنا عايزة أقول لكم حاجة. أنا كل ما أجيب بتنجان أنساه واسيبه في التلاجة لحد ما الاقيه باظ وارميه. بجد والله دي حقيقة، ده انا مش بقول كلام وخلاص. كذا مرة بصراحة اجيبه ويبقى نفسي فيه والاقيه انساه خالص. وطبعا انتوا عارفين عشان الزيت والغلا والكلام ده كله. ربنا يعدي الايام على خير يا رب باذن الله، ويهون على الجميع ويهون يا رب على فلسطين يا رب العالمين. بصوا بقى، كل ما اجيبه وانساه وارميه اقول حرام طبعا. دلوقتي عملنا ايه؟ غسلت البتنجان كويس وحطيته على البوتاجاز على العين الكبيرة، سواء عندك بقى البوتاجاز اللي هو ال5 شعلة او ال4 شعلة، المهم ان انت تحطيه على العين الكبيرة عشان يتشوي كده من جميع الاتجاهات. وزي ما احنا شايفين انا بقى بشيل القشرة بتاعته وبحطها، وبشيل الجزء اللي فوق الاخضر ده، العنقود اللي بيقولوا عليه ولا مش عارفة بيقولوا عليه ايه. ما تضحكوش عليا. بنشيله كده بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اعمل كله بالطريقة دي طبعا، واحطه في طبق كده زي ما احنا شايفين. هتعمليه بقى بسكينة بايديكي، بس بصراحة بايديكي افضل. ليه؟ لان انت لو عملتي بالسكينة هتهدري منه كتير، فانت كده بايديكي هتتحكمي، ويدوب انت يدوب اول ما بتلمسي القشرة بتتشال على طول. وطبعا بنفضل نقلب في البتنجان عشان يتشوي من جميع الاتجاهات. بصوا القشرة اهي سهلة وجميلة ازاي. عايزة اقولك بقى، انت لما بتعملي الطريقة دي الطعم نفسه بيبقى خطير. يعني هتقولي ممكن احطه في الفرن، لا بصراحة من على العين من فوق بيدي طعم حلو جدا. سبحان الله، مش عارفة ليه. دي نار ودي نار، بس لا يعني من فوق كده على العين بيبقى حلو قوي. وزي ما احنا شايفين شلت القشر بقى بالطريقة ديت، وحطيت ملح وشوية كده من الكمون. اي توابل تحب تضيفيها انت بتحبيها طبعا، دي حرية شخصية ليكي حسب رغبتك. وهبتدي اعمله بقى بالشوكة بالشكل ده. طبعا تقدري تضيفي عليه زبادي، تضيفي عليه طحينة. لكن على فكرة انا دقته لقيته حلو جدا والله، مش محتاج حاجة، لكن مع الاضافات التانية هيبقى احلى طبعا بكتير. انا بعمله بالطريقة دي. وهجيب كمان فلفل من الهريسة اللي عملناها مع بعض، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف او في تعليق مثبت ان شاء الله. هاخد بقى من الهريسة وهضيف برضو على البتنجان وهقلبه في بعض. شوفوا بقى هنا انا عايزة اقول لكم انا ما ضفتش على الهريسة ملح، عشان اما اجي اضيفها على اي حاجة اقدر اتحكم كمان عليها، وفي نفس الوقت عشان ما يخليش الفلفل يدبل معايا زي ما قلت لكم. هنا بقى كنت بوريكم ان انا باخد منه بسهولة ازاي من الكيس، وبيطلع معايا بكل سهولة، رغم ان انا سايباه بقى يتلج وتفرز يعني في الفريزر، وبطلعه اهو بكل سهولة. اسفة للتصوير، الكاميرا الصورة مش واضحة جدا معايا، مش عارفة ليه، لكن ان شاء الله هظبطها بامر الله. اهو شايفين بقى بالشكل ده. وهفضل اقلبه طبعا مع بعض عشان يبقى كله الفلفل اتوزع في البتنجان كله. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا والله، اللي ما جربش الطريقه دي فايته كتير قوي. وبحطه بقى في علبه بالشكل ده، وباخد منه وقت الاستخدام. انا ما بضيفش الزبادي ولا الطحينه غير وقت الاستخدام. ويا رب اكون قدرت افيدكم. استودعكم الله، السلام عليكم.